تتدخل الفصول بولاية الندية منذ أيام لتصنع أجواء ساحرة. شمس دافئة وهواء عليل امتزج بعبير الزهور الجبلية، وثلوج تكسو قمم الجبال واخضرار على مد البصر. حلة خضراء فاتنة وربيع استثنائي لم تشهده المنطقة منذ سنوات. بالك مدة 10 سنين 12 سنة ما شفناش كيما واش نشوفوا السنة الله يبارك. السنة فيها خير، مام حتى البراجات كانوا حتى نشفوا صاي ما كاش كاع الماء. مي السنة الله يبارك ماشي كيما العامات اللي فاتوا، جا بارد، الشتاء جات بارده وما ربيع نورمالمون حيجي بارد. باغ هذا اللاك هذا تاع الضايا هذا كان واحد الوقت جينا ليه كان خلاص ما كان راسي شراس، ما كان والو، ما كان فيه والو. دوك عاود تسمى حياه. العام اللي فات كان بزاف سخانه، العام اللي فات بارابور لهذا العام نشفى العطله تاع العام اللي فات تاع هذا الفصل كانت بزاف سخونه. مي هذا العام الحمد لله الحمد لله، ثلج، الهواء نقي، طبيعه الحمد لله. ولولاك هذا ثاني لا ديرنيير فوا كي جينا فريمون كان نشف. تحولت الطبيعة بولاية الندية إلى ملاذ مفتوح للعائلات، فبين دفء الشمس وزخات الأمطار الخفيفة يستمتع الجميع بنقاء الأجواء ويغترفون من سحر المكان طاقة متجددة. الويكاند التالي تاع العطلة جبناهم يبدلوا شوية، يخرجوا من لا روتين تاع الدار باسكو هاد السمانة كاع الشتا. جيت هنايا للضايا، الاجواء بزاف شابه، كرانا اخر حندخلوا للقرايه نستمتعوا شويه بوقتنا، استمتعنا بالطبيعه والثلوج، البحيره بزاف شابه وجزت هايله. يكتب ربيع هذا العام فصلا استثنائيا، فالتساقطات المطرية الأخيرة لم تعد الحياة للطبيعة فحسب، بل أعادت التفاؤل في نفوس الجزائريين الذين استبشروا خيرا بهذا الغيث. تظل هذه المشاهد الساحرة دعوة